السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من جديد أخوكم المهندس مروان العنسي، المدرس الخصوصي حقكم الجديد. واليوم جيت لكم بسؤال من أكثر الأسئلة المخوفة في العالم. من أكثر الأشياء اللي تشوفها مخوفة لطلاب المدارس وطلاب الجامعات، اللي يخليتك وانت في الثانوية ترتجع من حاجة اسمها الدرجات، ترتجع من حاجة اسمها معدل. هذا الشيء يا حبايبي هو الفيزياء. الفيزياء لما جيت تكلم انت حد عن الفيزياء تحس كأنك صدمته لما تكلم على شيء اسمه فيزياء. وانا كنت مثلكم الصدق، يعني لانه الفيزياء عيبها في اللي بيوصلها. الاساتذه الله يحفظهم والدكاتره عندنا في الجامعات لو تلاحظوا اسلوبهم في ايصال الفيزياء ضعيف، ولهذا اغلبنا تخرج من الجامعه او خرج من ثالث ثانوي وما هو جري شيء، يعني فقط قانون بيز قانون. الاستاذ قال لي بيز هذا القانون حق المكتوبات ولا حق الكهرباء، طبقت مع موضوعات بيز الموضوع كملنا. ايش الفيزياء من جيت ما حد داري، هي جيت هكذا ودبروا بسكم. هذا اللي احنا عشنا وتعايشنا معه وشوفناه لحد ما تخرجت من الجامعة. أنا خريج هندسة، تخصصنا كله فيزياء ونفس الكلام. فاليوم هنتكلم خارج المنهج، ما نشتغل المنهج هذا، عندنا حساسية احنا ولا منهج، ما نشتغل المنهج. شيء نتكلم خارج المنهج. أول شيء نعيما أنا حدثت وأخذت النظارة، هذا بالنظارة وهذا بدون نظارة. فيديو الأول بالنظارة وهذا بدون، عدالة واحد بواحد. المهم نرجع على موضوعنا. قلنا أن نتكلم اليوم خلنا أصحاب نتكلم على الفيزياء بعيدا عن المنهج وبعيدا عن الدرجات وبعيدا عن الجامعة وبعيدا عن ثالث ثانوي. وبعدين سأبدأ في سلسلة شرح دروس الفيزياء الثانوية، لأن قد قربت اختباراتهم، الله يوفقهم ويعينهم. أول شيء إيش الفيزياء؟ منين جت وإيش هي وإيش عاد تفيدنا وإحنا إيش عاد نستفيد منها؟ والله فقط هكذا حاجة يخوفونا ويرعبونا بها، ينقصوا درجاتنا بها بس. طيب أي شيء، خلونا نفهم أي شيء. الفيزياء فرع من فروع العلوم الطبيعية، إذن ضروري نرجع لأساسية العلوم. معنا أساسية العلوم، معنا أسرتين، معنا أسرة العلوم الإنسانية وأسرة العلوم الطبيعية. أسرة العلوم الإنسانية الاجتماع والتاريخ وعلم النفس والفلسفة، هذا تتميز إني ما فيها قوانين ثابتة، وكل واحد مع نظرية وكل واحد مع أبصر حاجة قال هذه صح. هذا في العلوم الإنسانية ما فيش حاجة تحكمهم، ما فيش حاجة تضبطهم، لأنه الإنسان ما يضبطه إلا اللي خلقه. لكن معنا في العلوم الطبيعية الفيزياء، الأحياء، هذه العلوم حبوبة وأنا أحبها لأني أرحم الراحمين ضبطها. 1 زائد 1 يساوي 2، واحد يقول لك 1 زائد 1 يساوي 4، ما أقول إيش تعال. المهم معنا في العلوم الطبيعية معنا أحياء، كيمياء، فيزياء ورياضيات. الرياضيات هذا غني عن التعريف وما أتكلم فيه، هذا هو أبو الكل، الزعيم حق الحالة، هذا الرياضيات. الأحياء عايش بيتكلم من اسمه، المخلوقات الحية، الكائنات الحية، الخلية والتكاثر وما تكاثروا. الكيمياء كان يسمى قديما علم الخفاء، أو كانوا يسموه علم اللطف يعني الخفاء، لأنه أشياء ما هيش ظاهرة، تفاعلات خفية أنت ما تشوفهاش بعينك المجردة، بس أنت بتشوف تأثيرها. وبنشوف تأثير الكيمياء في حياتنا، هرمونات وما هرمونات والكهرباء
وبطاريات وإلى آخره. نرجع لعند اللي مخوفنا واللي مرنا، الفيزياء. الفيزياء ما هو الفيزياء؟ الطبيعة اللي حولك، الطبيعة اللي حولك والكون اللي حولك. اللهم انهم ناس الله يحفظهم ويرحمهم ما كانش معهم غيره، قاموا فعل لك قوانين تحكم لك هذه الطبيعة والأشياء اللي بتشوفها حولك. الضوء، الحرارة، الكهرباء، الميكانيكا. الميكانيكا يجي الميكانيكا معك ستاتيكا وديناميكا. ستاتيكا يعني علم الثبات، يعني أي الأشياء الثابتة، البيت، هذا اللمبة اللي تجي من فوق تحلل كم القوى عليها كم، هذا ستاتيكا. الديناميكا علم الحركة، السرعة والطاقة والحركة، وليش لما تبز كيس 50 كيلو بيوقع عليك أثقل مما تبز 2 كيلو ضمط في يدك، ليش؟ هذا هذا الديناميكا اللي هو تبع الميكانيكا. ومعنى الحراريات، الطاقة الحرارية والطاقة الشمسية، وهذا فرع ثاني من فروع الفيزياء. معنى الكهرباء والإلكترونيات، وهذا أنا ما اشتعكش عليه، أنتوا تعرفوا سيدي وعيني. الكهرباء والإلكترونيات هؤلاء يس أوف كورس. معنا الضوء، معنا هؤلاء كلهم الفيزياء. طيب منين بدأت الفيزياء؟ الفيزياء هي عبارة عن كلمة قلنا هي الطبيعة، بس ككلمة هي جت من عهد اليونان، وعهد اليونان هؤلاء أكثر ناس تعبونا، أرسطو وأصحابه حولك والشلة هذاك وفيثاغورس، هم أكثر ناس تعبونا بعد أينشتاين ونيوتن. هؤلاء الشلة هؤلاء في اليونان الجو عندهم حالي، كانوا يتأملوا خيرات ونثروا الدنيا. كانوا يسموها في ما أذكر ما قدناش قادر ندق المصطلح اليوناني، بس كان في فيزيكس هكذا، في حاجة في المهم وصل اسمها فيزياء. أول من بدأ العالم أرسطو، مدري أقول ينفع أقول الله يرحمه ولا يرجعوا يقولون أنا بين رحم على ناس ما هم مش مسلمين، بس نفعنا جدا. هذا أرسطو هو اللي بدأ إنه يفعل لك قوانين، يشوف الطبيعة كيف بتمشي ويشوف القانون كيف بتتأثر وكيف. فقلنا أرسطو هو أول من بدأ يعني شوف النظام هذا مثلا الحركة كيف بتمشي كيف بتتكون، وبدأ يفعل لنا قوانين. وبعد جاء عمنا نيوتن، ما أدراك ما عمنا نيوتن اللي لما تسمع اسمه ما تدريش تشكره وتترحم عليه على اللي نفعنا به، أو تخرج كمية المشاعر السلبية اللي عندك له. شئنا ما بيناه ونفعنا قوي جدا نيوتن، أو قوانين الجاذبية وقوانين الحركة وقوانين، ولولا أنه ما بشت لا تلفون ولا. المهم وجاء من بعدها أينشتاين، عصد الدنيا عصيد وفتح لنا ميكانيكا الكم والنظرية النسبية وحاجات تسمعها تحس انك صف اول ثانوي، صف اول ابتدائي عفوا. فما نطول في التعقيدات هذه، قلنا احنا هنخرج خارج المنهج وهنتكلم على الفيزياء خارج المنهج. العلماء هؤلاء طيب الفيزياء هي عبارة عن أي شيء في المطلق قانون، يعني حاجة طبيعية تمشي وفق قانون. أنا كيف أفهم القانون هذا؟ أوضح لكم مثلا النظارة هذه، نجرب الآن نفعل قانون رفع النظارة هنا شغال يعني. طيب قانون رفع النظارة نفعل قانون، ليش ما نفعله قانون؟ عشان تفهم القانون كيف بيجي وعلى أي أساس يدور القانون، ما هو كذا اعتباط. قانون رفع قانون رفع النظارة من اسمه تقدر أنت تفهم يعني رفع النظارة.
أول شيء تقوم ترفع النظارة. طيب وانت بترفع النظارة ايش الاشياء اللي اثرت عليك وانت بترفع؟ مثلا لو كانت النظارة حديد غير لما تكون بلاستيك. لما تكون حديد تكون الرفعة اثقل، بس لما تكون بلاستيك هتكون اخف. اذا وزن النظارة او المادة او الكتلة حق النظارة هذا داخله في القانون. حاجة ثانية انه انت لما تجي ترفع النظارة غير لما يجي جاهل يرفع النظارة، غير لما يجي واحد بيلعب رفع اثقال يجي يرفع النظارة. إذا القوة قوة الرفع نفسها تفرق. إذا في معانا قوة رفع وفي معانا وزن أو كتلة النظارة، باقي معانا والكل هذه المسافة اللي رفعنا بها النظارة. يعني أنت لما ترفع لها هنا غير لما ترفع لها هنا، المسافة هذه بتفرق. طيب الزمن اللي بتجلس أنت حامل فيه تفرق. تجلس حامل النظارة، حامل النظارة، أيوة مش حامل، تجلس حامل النظارة بيفرق. وهذه هي الطريقة المستخدمة في إيجاد القوانين أو اختراع قوانين. إنك بتشوف ظاهرة طبيعية مثل السرعة، سرعة جسم، سرعة جسم. السرعة أي شيء أنت بتمشي مسافة في زمن. هذا الأشياء اللي مأثرة على القانون. سرعة مسافة، أنت بتمشي مسافة في زمن معين. كلما قلت المسافة، لو جزعت أن المسافة في وقت أقل طبيعي سرعتك هتكون أكبر. لو جزعت نفس المسافة في زمان أكثر سرعتك هتكون أبطأ، وهكذا. فأي قانون أنت أفهم الأشياء اللي مأثرة على هذا القانون عشان تبدأ تفهم القانون هذا النجاح. هذا بالنسبة لاستنتاج القوانين. كيف بدأت الفيزياء؟ القرآن وضح بداية الفيزياء توضيح عسل. سبحان الله العظيم وصدق الله العظيم. قال لك في القرآن طبعا ما قد كان قبل خلق الكون، ما قد كان فيه لا زمن ولا مكان ولا كان بأي حاجة. لما بدأ الكون ايش اللي حصل؟ اللي حصل قال الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. هذا الزمن في كتاب الله حين خلق السماوات والأرض، أو يوم خلق السماوات والأرض. ما شيء حرف عن الآية، فيما معنى الآية أنه يوم خلق السماوات والأرض. فإذا الزمن جاء لما بدأ المكان. لما فيش مكان ما فيش زمن. إذا بدأنا في البداية أشبه معنا الرحمن الرحيم خلق المكان. المكان هذا لما جاء بزمن، لأن الزمن لأن المكان هذا بيتحرك. الرحمن الرحيم قال لك أيضا والسماء تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم. أن كلهم في فلك يسبحون. الكون بيتحرك، ما فيش حاجة ثابتة. فاللي بيتحرك طبيعي إنه بيتحرك في زمن. إذا ما تحركش موت، هذا قدوم موت. ما علينا اسمه. الآن بنتكلم على الحياة، على الفيزياء، على الطبيعة. فبدأنا أول شيء بالمكان. المكان ابتدأ وجاء معها الزمان. إذا المكان والزمان أشياء متلازمة، لا مكان إلا بزمان ولا زمان إلا بمكان. وهذه نظرية الزمكان حق أينشتاين، هو أول من أثبت علميا أو نظريا، مش علميا، نظريا إن الزمان مرتبط بالمكان. وهذا الشرح النظرية هذه خلوها فيما بعد. الآن خلينا نتكلم بصورة عامة ومقدمة إن شاء الله. إن شاء الله نظرية الزمكان نرجع نشرحها فيما بعد. فقلنا بدأ المكان وبدأ الزمان. كتلة هذه المكان بتتحرك بسرعة. ايش سموا هذا؟ هذا اسمه كمية التحرك. نبدأ مع أول قانون فيزيائي. أول شيء معنا الكتلة، معنا السرعة هذه هي المسافة على الزمن، وهنا معنا الكتلة هذه بالكيلو جرام. كيلو جرام في مسافة على الزمن أو أنتج لنا كمية التحرك. أيش كمية التحرك هذه؟ يعني أنت كم الكمية اللي أنت بتتحرك بها.
في الزمان والمكان. يعني لما يتحرك فيل غير لما يتحرك ذبابة مثلا أو نملة، إنه كتلة الفيل كبيرة لكن كتلة النملة صغيرة. المسافة سرعتك أنت لما تمشي بسيارة كمية تحركك أكبر من لما تمشي رجل أو على الأقدام. الآن هذا ما يخص كمية التحرك. طيب قد معنا كمية التحرك. كمية التحرك هذه بتتأثر بزمن، لأن فيها زمن عشان تكمل. يعني من أول ما تتحرك لنهاية ما تتحرك، يعني أنت متأثر فيها الزمن. إذن معنا كتلة في سرعة على الزمن، يعني كتلة في مسافة على الزمن تربيع، يعني على الزمن مرتين. هنا جت لنا القوة اللي هي أينشتاين نيوتن عفوا. القوة، هذا القوة كيلوغرام في متر على الزمن تربيع. كمية كتلة بتمشي بسرعة معينة في زمن معين، هذه القوة. الوزن برضو يعتبر قوة، إنه وزنك بيتأثر بطريقة بس أنت ما بتحسش، ما عندوش في هذا الشيء. وصلنا لعند القوة. طيب القوة هذه أنا قد معي بيدي قد فيها قوة، كمية تحرك فيها سرعة وتحركت في زمن معين. طيب يدي هذه قامت فعلة عمل. نرجع للنظارة، قامت فعلة عمل. العمل هذا إني حركت النظارة. هذا إيش يسموه شغل أو عمل. الشغل هذا يعني معك القوة هذه اتحركت لمسافة معينة، هذا يسمى شغل أو يسمى عمل. وهذا كلنا ما بش واحد ما بيشتغلش. يعني حتى وانت بترفع سماعة التلفون تجاوب أنت بتفعل شغل. هذا هو الشغل. الشغل ايش يساوي؟ نيوتن في متر، أو ما يسمى جول. نيوتن متر أو جول، نيوتن في متر. طيب أنت لما تفعل الشغل أكيد أن أنت هتتأثر بالزمن. الزمن يرجع مرة ثانية. مثلا أنا لما أنا الحين فعلت شغل ولمدة ثانيتين مثلا، غير لما ماسك النظارة لمدة ساعة. ايش اللي اختلف الزمن. صح اني خفيفة، بس لما ماسك لها انا لمدة ساعة شتعب. ليش؟ لان انا بذلت طاقة اكبر. ايش هي الطاقة؟ الطاقة ان انت بذلت شغل في زمن معين. كلما زاد الزمن كلما طاقتك قلت، كلما قل الزمن كلما طاقتك يعني حافظت على طاقتك. ده معنى قوة في مسافة جول أو شغل. ومعنا الشغل في الزمن، يعني الشغل لزمن معين يسمى طاقة. طاقة الكهرباء، طاقة التلفون يشتغل لزمن معين، طاقة كهربائية. أنت حدودك أنك تشتغل زمن معين، تشتغل ساعتين 3 ساعات أكثر منها ما عاد تقدر كده تدافع بطاقتك. هذه الطاقة أو ما يسمى الوات. لما تقول هذه اللمبة كذا كذا وات، أو هذا الشاحن قدرته كذا 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 وات، هذه هي قدرتك أو طاقتك. والطاقة معنا تتكون طاقة كهربائية، طاقة حرارية، طاقة إلى آخره من أنواع الطاقات. أنا أحاول أن أنا أختصر الموضوع عشان ما نطولش على كمل الفيديو وإن دارندو ما عاد تشوفوش. فهذه كانت مقدمة بسيطة على الفيزياء. وصلنا عند الطاقة اللي هي وات، اللي هي تأثر بالزمن. هذا قد تعتبر آخر شيء في الفيزياء، اللي هي الميكانيكا. معنا يشمل الحرارة والكهرباء وهذا على جعلن. الآن الفيزياء فرع الفيزياء الرئيسي اللي هو الحركة أو الميكانيكا أو الديناميكا، اللي تخصصي أنا في الجامعة اللي هو الميكانيكا. أنا متخرج ميكانيكا. الطاقة وما طاقة، والاحتراق وما احتراق، والمحركات والمصانع وإلى آخره، تصميم المكاين. المهم
فهذا كان الفيزياء بشكل عام. الآن تعتبر أنت فهمت الميكانيكا، وهو جزء كبير من الفيزياء. باقي معنا الكهرباء والحراريات والضوء والصوت. فهذا كان كلامنا خارج عن المنهج. إن شاء الله أن يكون أفادكم أو استمتعتم، وإن شاء الله يعني هذا الفترة سأبدأ ننزل المحتوى التعليمي لطلاب الثانوية وطلاب سنة أولى جامعة لمقررة الفيزياء حقكم. إن شاء الله سأحاول أن أنا أنفعهم في هذا الشيء. والفيزياء حبوبة، والله أن الفيزياء حاجة حبوبة بعيدا عن المنهج. انسوا المنهج، الفيزياء هي طبيعتك، هي الأشياء اللي بتأثر عليك، سرعتك، طاقتك، قوتك، جيتك، الحرارة، ضربة البرد، الشمس، كلها فيزياء. تلفونك، الوايرلس، الواي فاي، النت، البصريات، هذا كله فيزياء. الفيزياء هي حياتك، أنت عايش في فيزياء. المقذفة مثلا، أنت لما حد يرجم لك كلام أنت بتقدر تلقطه، لأن أنت حكمت أو عرفت لين عيوصل. أنت فاهم المقذوفات عمليا، بس نظريا أنت ما فهمتهاش، لأنه الأسلوب حق المدرسين أو أسلوب التدريس عندنا فيه شوية غلط. لكن عمليا أنت فاهم فيزياء، عمليا أنت فاهم فيزياء، ما بشي حد فاهم فيزياء، لأن هذا طبيعتك. أنت فاهم كيف بتقوم، كيف بتتحرك، كيف بتهدل، كيف بتسرع، كيف بتستهلك طاقتك، كيف. فهذه هي الفيزياء. وإن شاء الله نكون قد أفدناكم. والفترة الجاية مثل ما قلت لكم نبدأ مع طلاب الثانوية. ودمتم في أمان الله. كان معاكم أخوكم المهندس مروان العسي. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك، وصيحوا للناس اللي هم عدم رعب من الفيزياء ورهم الفيديو، عشان إن شاء الله نكون قد نفعنا بقدر استطاعتنا. ودمتم في أمان.